عمرك سألت نفسك ليه في ناس بتتطور بسرعة وناس تانية بتحاول وبتحاول وبرضه واقفين مكانهم؟ الفرق مش في الذكاء ولا في الظروف ولا حتى في المجهود، الفرق الحقيقي في طريقة تفكيرهم. تخيل معايا شخصين، واحد بيقول أنا عمري ما كنت شاطر في كده، الموضوع صعب عليا، أنا كده وخلاص ومش هتغير. والتاني بيقول أنا لسه بتعلم، كل مرة بقرب أكتر، أنا ممكن أتحسن حتى لو واحدة واحدة. العقلية دي اسمها العقلية المتنامية أو Growth Mindset، ومش مجرد كلام حماسي وخلاص. الدكتورة كارل دويك وهي باحثة كبيرة في علم النفس اكتشفت إن مجرد إنك تصدق إنك تقدر تتطور ده بيخلي دماغك فعلا يتغير. الدماغ بيبدأ يبني وصلات جديدة وبيتعلم أسرع وبيستوعب أكتر. يعني لما تقول لنفسك أنا فاشل في ده، دماغك بيقفل السكة، لكن لما تقول أنا مش شاطر لسه، دماغك بيشتغل وبيفتح لك طرق جديدة ما كنتش واخد بالك منها. فقول لي كده بصراحة، إيه الحاجة اللي كنت فاكر نفسك مش هتعرف تعملها أبداً، ولما غيرت طريقة تفكيرك قدرت توصل فيها لحاجة؟ ما تنسانيش بلايك واشتراك لو أنت في يوتيوب، وفولو لو أنت في تيك توك.